تخيل معايا صديقي، مجرم خطير من السود بيطلع من السجن بعد انتهاء فترة العقوبة بتاعته، لكنه لما بيطلع بيلاقي الشرطة كلها في بلدتهم عنصرية على السود وبيقتلوا فيهم. وفوق كل ده بقى واحد من العنصريين دول بيخطط لأكبر عملية سرقة على مصنع اللي هو بيشتغل فيه. وفي نفس الوقت برضه بتحصل حرب أهلية عملاقة في البلد كلها. أكيد أكيد مش هيسكت وهيعمل حاجات كتير. ده بقى اللي هنشوفه في ملخص فيلم النهاردة. بيبدأ بقى الفيلم عام 1992 مع ميرسر، مجرم خطير لسه طالع من السجن، مكملش 6 شهور حرفيا، لكن عموما تابع عن كل القديم ونوى انه ما يعملش اي حاجه تاني حرام. مهم، بيروح دلوقتي ميرسر يصحى ابنه وانطون عشان يروح المدرسه، وفعلا ابنه بيصحى وبيقعدوا يفطروا سوا. بس ما نلاحظ دلوقتي من كلام ميرسر وابنه وانطون ان علاقتهم مش افضل حاجه، لان انتوني عاش مع امه وجدته طول عمره لغايه ما عملوا حادثه من مده كده وماتوا، وبالتالي يكمل مع ابوه دلوقتي بعد ما طلع من السجن. بس تقدر تقول إن الأب حاليًا بيحاول بكل الطرق يتقرّب لابنه عشان خاطر يرجّعه تاني. زي الأول عمومًا بيدخلوا الاتنين سوا دلوقتي، فبيسيب أنتوني البيت وبيروح المدرسة، أمّا ميرسر فبيروح الشغل. وهو في الطريق بقى بيقف يشتري حاجة من محل البقالة، فوهو هناك ليه 2 من السود برضه، ولكن دول بلطجية جوه المحل وعمالين يضايقوا الست اللي شغالة هناك. فوقتها راح لهم ميرسر وهدّدهم. فوقتها الشابين دول سِبتهم ميرسر بمسدسهم، لكن الحمد لله الكبير بتاعهم جه وقفهم وقال لهم: "أنتم مش عارفين مين ده أصلًا، الراجل ده كان قادر يقتلكم كلكم في لحظة، بس أنتم محظوظين." بعدها طلع الراجل ده وسلِّم على ميرسر واتطمن عليه، لأنهم يعلّم بمناسبة أصحاب من أيام الإجرام بتاعة زمان في المقبل بيودّعوا ميرسر وبيطلع على جهله في الوقت دي على الناحية تانية. والّا استنى، ناحية تانية إيه؟ عملت لايك، لأ بجد، عملت لايك واشترك في القناة، عشان لو ما عملتش فكده عيب، فأتمنى تروح تعمل لايك. المهم، نرجع للموضوع بتاعنا. على الناحية التانية بنلاقي شاب اسمه ريجن وقف مع صديقه عمرو كوبلاند عند البحيرة، وعاملين يتفقوا على عملية جديدة هينفذوها عشان يجيبوا فلوس. ودلوقتي بيعرفوا ريجن إنه هيروح يتفق مع أبوه بعدها يرجع له. وفعلا خد ريجن بعده وراح لأبوه اللي اسمه لايل بعدها يركبوا العربية. وكان مع ريجن على فكرة في العربية دلوقتي أخوه دينيس. مهما أخدهم دلوقتي ريجين هما الاتنين وراح بيهموا على مصنع كبير اسمه بلوتون. وهناك قال لهم ريجين إن المصنع ده بيعمل حاجة اسمها المحاولات الحفاظة. وبعدين عن اللي بيعمله المصنع ده، فالمحاولات الحفاظة دي محتاجة سبائك كتير من البلاتينيوم، والبلاتين ده تقدر تقول كده إن هو شبه أغلى من الذهب. فبالتالي قال لهم ريجين إن المصنع جات له شحنة كبيرة من السبايك بتاعة البلاتين دي، تقدر تقول إنها تقدر بأكتر من 10 ملايين دولار، والسبايك دي محلوطة في خزنها جوه المصنع. فإحنا لازم نروح نجيب السبايك دي بكل هدوء، لأن المصنع فيه زرار إنذار، لو أدوس عليه هينزل على الخزنة خزنة كبيرة من الجرانيت، مستحيل حتى يعرف يكسرها خالص. وبعدها هيتم كمان إبلاغ الشرطة لوي في الوقت ده. فد الباصص مدة على المصنع، وليه؟ إنه صعب قوي إن هما، وبالتالي بيرفض. فطبعا الريجن دلوقتي بيحبط وبياخد الكل وبيمشوا في الواقع ده بقى. وهما بيمشوا كان داخل ميرسر المصنع، لأنه بالمناسبة عامل شغال هناك. المهم بيدخل ميرسر جوه وبيقابل رئيس أمن المكان واللي اسمه جوزيف في المجمع، اللي بيحكوا كتير مع بعض لأنهم صحاب. بعدها بيكون ميرسا هيروح شغله. بس ليه دلوقتي الأخبار على التلفزيون بتقول إن في مظاهرات كتير وافقوا قدام المحكمة بانتظار الحكم على ال4 ضباط المتورطين في قضية قتل مواطن من السون؟ وقتها قال جوزيف لمرسى إن الضباط دول قتلوا مواطن مدني أعزل بدون وجه حق لمجرد بس إنه أسود البشرة، وبالتالي البلد كلها قايمة عليه. وأنا متأكد إن لو ما تمشي الحكم عليهم بالعدل بتحصل حرب ملهاش نهاية. عموما ما تمشي ميرسل قوي بكل الكلام ده، وراح يكمل شغله. أثناء بقى ما ميرسل شغال بالله يا صديق، إن الأخبار على التلفزيون بتقول إن الحكم في ال4 ضباط ظهر، وإلى أسف كلهم طلعوا براءة. بس يا سيدي، الخبر ده نزل من هنا والدنيا في البلد قامت، ما عادتش، وحرب أهلية بدأت بين كل الناس. عما الشغب انتشرت في كل حتة من قبل السود إنهم حاسين بالاضطهاد. ولكن طبعا كل ده كان بيتصور على التلفزيون، وبالتالي ريجين شاف كل الأخبار دي. فلقينا النهارده هو يوم مناسب جدا إنهم ينفذوا في العملية دي وتتم بكل نجاح من بسبب أعمال الشغب. ففي الغالب ما حدش هيكون في المصنع أصلا. وتهرن على أبوه وقال له كل الكلام ده فورا. وافق الأب ينفذ مع العملية، وبس خد ريجين بعضه وراح له كوبلاند وقال له دلوقتي إنهم هينفذوا النهارده. بعدها راح له هو وخده. بعدها طلعوا على طول على اللاوية للأب، وهناك لاقي ريجين إن الويل جايب معاه كمان 2 من رجالته. فطبعا الرجين ما كانش مرتاح لهم قوي، لأنه عارفهم زبالة وانصريين زيهم زي أبوه أصلا،
وبالتالي ما كانش مرتاح قوي، بس ما قدرش يعرض أبوه. فعموما يعني خدهم كلهم كده وتلووا على المصنع. في الوقت ده في المصنع المدير بتاع المكان جه وكلم كل عمال وقال لهم يمشوا ويرجعوا بيوتهم لنعمل الشغف في كل حتة النهارده، وهو يعني عاوزهم يكونوا في أمان. وطبعا وافقوا العمال وكلهم بدأوا يمشوا. أما مريسر فراح لجوزيف وقال له: أنا عارف إن بما إنك رئيس الأمن فأنت الوحيدة اللي مش هتمشي من هنا، أنت والبواب، ولكن أنا عاوز أطلب منك طلب. أنا وابني عايشين في منطقة كلها مجرمين والشغف هناك زايد جدا، فأرجوك اسمح لي أروح أجيب ابني ونبقى مع جوزيف. صعب عليه مرسل الصراحة. موافق، بس خد مرسل على بيته وطلع على طول على البيت. يجيب ابنه بعد شوية كان وصل مرسل للمنطقة اللي فيها البيت بتاعه، فلاقيه مرسل هناك الدنيا خراب ودمر، والناس عمالة تكسر وتدمر في كل حاجة هنا وهناك. في الوقت ده ما اهتمش ميرسر برضه بكل ده، ودخل بيته يجيب ابنه، فما لقيهوش طبعا. اتخذ لأن الدنيا ليل. فتره يدور عليه في المنطقة بتاعتهم، بس الموضوع كان صعب بسبب الفوضى اللي موجودة. بس الحمد لله بعد شوية تدوير لقيه واقف وهو مصدوم من كل اللي بيعمله الناس وقتها. أخدوا ميرسر وراكبوا العربية بسرعة وطاروا على المصنع أنتون دلوقتي. قال لأبوه ينزلوا لأنه عاوز يشارك مع الناس. فقال لأبوه: بس اللي بيعملوا ده كله، بس هم ماشيين في الطريق. لقيوا كمين عملاء الحكومة في وقتها وقفوا ميرسر وظابط اللي هنا على فكرة كان عنصري، فنزل ميرسر يفتشه هو وابنه، وكان بيعملهم وحش جدا لدرجة إن واحد معدي بعربية برضه جنبيهم. فخلص ضابط عادي عادي جدا لمجرد دس إنه أبيض البشرة. ميرسر في اللحظة دي اتعصب جدا من اللي بيحصل، خصوصا كمان إنهم عمالين يبهدلوا ابنه، لكنه ماسك نفسه قدر المستطاع لغاية ما خلصوا تفتيش. بعدها سابهم عادي جدا إنهم يمشوا، والعالم مرسل ما رضيش يعمل أي حاجة للظبط اللي هنا مع إنه قادر يعمل كده، ولكن ما عملش حاجة عشان بس ابنه عموما عدوا الموقف وكملوا طريقهم برضه للمصنع. في المصنع بقى بيوصل ريجين واللي معاه هناك، وبعدها بينزل ريجين يتكلم مع البواب اللي واقف على البوابة، وفجأة بيكهربه فبيغم عليه، وبالتالي بيفتح رجين باب المصنع وبيدخلوا جوه. وللأسف جوزيف ما شافش اللي بيحصل ده من الكاميرات، لأنه للأسف باللحظة دي بالذات يخش الحمام. في المجمل دخلوا العصابة وفضلوا يلففوا المصنع لغاية ما للأسف لقوا جوزيف قدامه، وقتها حاول ريجن يهد الأمور، لكن جوزيف كان يطلع سلاحه. فواحد من رجالة لويل ضربه كذا طلقة، فوقع ميت. رجل تعصب جدا من رجالة لويل لأنه لم يكن يريد أن يقتل أحد، فمسك سلاحه وثبتهم. بس عموما يعني هد لويل الجواب من الكل، وإنه غصب عنه كان يحصل خسائر فلازم نتقبلها. يلا بينا بقى نكمل المهمة ونخلص من هنا. الوقت ده راحوا الكل على الخزنة بتاعت السبايك، وعطور بدأوا يعني يشتغلوا عليها عشان يكسروا الباب بتاعها ويسرقوها. الفكرة هنا بقى إن بعد فترة من الشغل كانوا خلاص قربوا يخلصوا، لكن في الوقت ده بيفوي جوزيف وهو لسه فيه روح شوية، وبكل ما تبقى له من حياة بيروح لإنزال المكان وبيدوس على الإنزال، بعدها بيموت خالص في اللحظة دي. جه بلغ للبوليس فبعتوا طيارة عشان خطرة التمنع على المصنع، وفي نفس الوقت الخزينة الجرانيت بدأت تنزل على الخزنة الأصلية. فبسرعة ركب ريجين العربية الرافعة وجرى على الخزنة عشان يمنعها من النزول، فبالغلط ديس على راجل صديقه كوبلن، كسرها حرفيا وهو الهيل. في الوقت ده ما اهتمش اصلا بكوبلاند لانه يعني اسود، وبالتالي قرر يقطع رجله خالص وبيسيبه دلوقتي على جنب هنا لغايه ما يخلصوا مهمه. بعدها هيبقوا يعالجوه ليجن. طبعا ما كانش عاوز يعمل كده في صديق عمره، بس غصب عنه ما كانش عنده حل تاني، وبالتالي وافق ورجع دلوقتي الكل يكمله. فتح في الخزنه من تاني. وعلى فكره وقفوا الانذار في الوقت ده طياره هليكوبتر تبع الشرطه عدت من فوق المصنع عشان تطمن عليه، فوقفوا ليل واللي معاها الشغل وطفوا كل الأنوار. وبالتالي للأسف الطيارة حست إن مفيش أي حاجة غريبة في المصنع فمشيت، وبالتالي رجوع الكل دلوقتي عادي خالص يكملوا شغل من تاني لغاية ما أخيرا فتحوا الخزنة ولواء السباك. في الوقت ده بره المصنع كان وصل ميرسر مع ابنه أنطون في علا كده، اللي ميرسر إن بوجبة فاضية ومفيش حد عندها، فقدر الموضوع وراح فتح البوابة بنفسه ودخل مع ابنه جوه المصنع. وهناك أنطون كان عاوز يخش الحمام، فقال له ميرسر على مكان الحمام. ميرسل راح يشوف جوزيف، بس المشكلة هنا إن أنتون بمجرد ما دخل الحمام للأسف كان دينيس هناك فورا. دينيس سابته وخده لأبوه. أما بقى ميرسر فلما وصل لجوزيف لقى ميت ومضرب بالنار، فعرف إن كده في عصابة هنا، وبالتالي فورا طلع مسدس جوزيف الاحتياطي وطلع يشوف ابنه فين. فليه رجاله الويل في وشه وعطول بدأوا الكل يضربوا الهين على بعض، بس للأسف ميرسر اتصف في دراعه وبالتالي وقع كمان منه مسدس، لكنه علقها الأقل قدر يهرب. أما رجال الويل فكملوا جريوه وراه عشان يلاقوه ميرسر. في الوقت ده فقدر يتسحب هنا وهناك لغايه ما قدر يوصل لريجين. وريجين في الوقت ده على فكره كان بيدخل العربيه بتاعه المصان وراح خطف ريجين وراح يستخبى. في الوقت ده دينيس وصل بانتون عند ابو لويل وورا له انتون،
فطبعا لويل لما شاف أنتوني يتعامل معاه بطريقة زبالة جدا، وخصوصا إن أنتون أسود البشرة، لكن في الموضوع قال له أنتوني إن أنا أبويا عامل هنا وبتلبسها بالشغب اللي حصل بره. أنا جيت أدور عليه بس ما لقيتوش، فسيبوني أمشي وأنا هطلع بره المصنع ومش هتشوفوا وشتي تاني. في اللحظة دي صديقي لويل فضل يفكر شوية، وفي نفس الوقت كوبلاند اللي طبعا مصاب فضل يعمل صوت عالي بسبب انه بيتألم جدا وشبه بيموت من اصابته. فبكل ده بارد خلص عليه لويل عشان بس ما يعملوش ازعاج. وعلى فكرة في الوقت ده ميرسر كان وصل هنا وشاف لويل من بعيد وهو بيت الكوبلاند، واللي هو اصلا واحد من رجالته، وكمان شاف ابنه هو بيتهم من لويل بس مش قادر يغامر ويقرب. بس الحمد لله لويل كان مبسوط جدا انهم فتحوا الخزنه فخلى انتوني يمشي. لكن فجاه رجعوا رجاله لويل للوليل وقالوا له ان في حد هنا بيحاول يخلص عليهم. فبسرعه طلع لويل مسدسه وسبب أنتون، لأنه أدرك دلوقتي إن أبوه هو اللي بيعمل كل ده، وبالتالي بيقرر دلوقتي لوليل يسيب عنده أنتون عشان يستخدمه كرائد ضغط. وفي نفس الوقت على فكرة أمر رجالته يطلعوا يدوروا تاني على ميرسر ويقتلوه ميرسر. في الوقت ده طلع تاني وفادري يتسحب هنا وهناك، وفجأة ليه على فكرة طيارة تاني تبعت الشرطة بتعدمهم في المصنع. فطلع لسطح المصنع وفادري شغل ليها، لكنها كانت مشت، وإن آسف مرة واحدة كده هاجم على ميرسر من ورا واحد من رجالة لويل وفادري اتعارك معاه. بس ميرسر صديقي ورغم إنه مصاب قدر يخلص على الراجل ده، بعدها رموه من الإزاز بتاع السطح فوقع. في وقت زرح مرسر لريجين اللي لسه حابسه عنده لغاية دلوقتي، وتقاله مرسر: أبوك اللي بره ده صح؟ فقاله ريجين: آه. فقاله مرسر: أبوك ده ما عندوش قلب نهائية، بهدد ابني اللي هو طفل، وكمان قتل واحد منكم اللي هو الأسمر الوحيد اللي كان مصاب في اللحظة دي. ريجين اتصدم إن أبوه قتل صديقه عمره كوبلاند وبنت اللي كان زعلان جدا. بس فجأة دلوقتي والكل بيتكلموا سمعوا ميكروفون المصنع بيشتغل وبيتكلم منه لويل. لويل قفل الميكروفون لميرسر: إن ابنك معايا، وفي خلال 10 دقايق لو ما جيت ليش عندك راجل مصنع بابن ريجين. هات لابنك، هات ابني وخد ابنك. وبس قفل لويل الميكروفون وراح يجهز مع ابنه دينيز والراجل المتبقي من رجالته سبيك ويحطوه في العربي. أما ميرسر فبجد ما كانش عارف يعمل إيه، فاختبعنا الرجين وراح لويل. وهناك لويل طالب من مرسل إن هو يدله القطعة اللي سرقها من العربية أولا عشان يشغلوا العربية، فده له مرسل والعربية اشتغلت وحطوا فيها السبايك. بعدها لويل الزبالة من خلاص ناوي أصلا نيتل ابن ميرسل ومش فارق معاه حاجة. فبسرعة طلع مرسل مسدسه وبدأ يضرب على نار، والكل فورا بدأوا يضربوا نار على بعض. وللأسف أثناء الكلام ده دينيس خد طلقة في ظهره، ففورا خدوا أخوه ريجين ودخلوا العربية في اللحظة دي. لويل مرضاش يسكت، تاخد الراجل بتاعه وراكبوا عربية ميرسر اللي كانت مركونة هنا وطلع وراه وبس. فرادلك كله يجري ورا بعض يمين ويشمال وهنا وهناك. وفي نفس الوقت الراجل اللي مع لويل عمال يضرب نار على العربية عشان يعني يوقفوها. بس المشكلة إن في الوقت ده دينيس كان بيلفظ أنفاسه الأخيرة وأخوه حرفيا هيموت من الحسرة عليه. وللأسف مات دينيس بندرات أخوه، وبالتالي دي كانت القشة اللي يقسم الظهر البعير. فتح رجين دلوقتي باب العربية وفي ظهر يضرب على أبو نار. فللأسف هو التاني اتصاب، ولكن على الأقل أرفيات الراجل اللي مع أبوه. مشكلة هنا إن رجين أول ما اتصاب لف مرسر وشو عشان يطمن عليه، فهو بعمل حادثة والعربية اتقلبت. بعد ما اتقلبت العربية نزل الويل بكل برود، وليه إن كل السباق واقع على الأرض. وفي نفس الوقت ابنه دينيس مرمي جنبها وميت، وريجين جنبهم هو. فهنا حس الويل إنه خسر كل حاجة، فخلص على ابنه خلص. بعدها راح يقتل ميرسل. وميرسل على فكرة الحمد لله كان متصابش قوي وطلع من العربية، بس لويل يثبته ولسه هيقتله. خد ليه أكتر من طلقة في ظهره، خلصت عليه وهنقتل هو أنطون، لأنه هو التاني طلع من العربية وماسك مسدس وخلص بيه على لويل. بس يا سيدي بتخلص الليلة بعد ما كل العصابة ماتت ومحدش كسب حاجة. وبالتالي بكل هدوء بياخد مرسر ابنه في العربية بتاعتهم وبيقرر يمشي من هنا خالص من غير حتى ما يبلغ الشرطة، لأنه لو بلغ محدش هيصدق إنه هو اللي كان بيساعد، بل هيلبس الليلة كلها فاخد ابنه من سكات ورجع بيته وبيخلص الفيلم وبس كده. سلام.